احتفظ منتخب الأرجنتين بصدارة التصنيف العالمي الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويسيطر راقصو التانجو على صدارة التصنيف للشهر الثالث على التوالي، ثم تأتي فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث، وقفز منتخب إنجلترا للمركز الرابع، بينما تراجعت بلجيكا للمركز الخامس، ثم كرواتيا السادس، هولندا السابع. أما على مستوى أفضل الخمس تصنيفات عربية، فقد تمسك منتخبا المغرب وتونس بالمركزين الأول والثاني رغم تراجعهما للمركزين الثالث عشر والواحد والثلاثين، بينما تقدمت الجزائر ومصر والسعودية للمراكز الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والثالث والخمسين عالميا. وكان منتخب المغرب يحتل المركز الحادي عشر في تصنيف شهر أبريل الماضي، لكنه تراجع مركزين لحساب الولايات المتحدة الأمريكية الحادي عشر وسويسرا الثاني عشر. وعلى مستوى أفضل الخمس منتخبات أفريقية في التصنيف، يأتي منتخب المغرب في الصدارة، خلفه السنغال الثامن عشر، تونس الواحد والثلاثون، الجزائر الثالث والثلاثون، ومصر الرابع والثلاثون. أما على المستوى الآسيوي، فيتصدر منتخب اليابان التصنيف بتواجده في المركز العشرين، خلفه إيران الثاني والعشرين، أستراليا السابع والعشرين، كوريا الجنوبية الثامن والعشرين، والسعودية الثالث والخمسين. كما تتواجد منتخبات عربية أخرى ضمن المئة الأوائل، وهي قطر الثامن والخمسون، العراق السبعون، الإمارات الثاني والسبعون، عمان الثالث والسبعون، والأردن الثاني والثمانون، البحرين السادس والثمانون، سوريا الرابع والتسعون، وفلسطين السادس والتسعون.